فات طبعا طالعه لكم وانا واقفه علشان الفيديو لازم ان انا اقف فيه يعني. المهم طبعا الفيديو ده بالنسبه لي اول مره اصلا اعمله على القناه، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله يعجبكم، لانه هيفيد بنات كتيره جدا 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 جدا. وهو ان احنا مش شرط عشان عندنا بلوزه واحده ان احنا نلبسها على طقم واحد، لا النهارده هعمل بصوا انا عندي البلاوز ديت هعملها لكم على كذا طقم، يعني ببلوزه واحده بقى عندنا كذا طقم. فاستنوا كده معايا هشكلها لكم بكل الاشكال. طبعا دوت اول اوتفيت، اوكي، ممكن ينفع لكلاسيك او لو انت عندك مناسبه او كده. شايفين لبست عليها هيلز اهي، بصوا شايفينها هيلز سودا وفيها اللي هي المثلثات ديت جولد، تمام. وكمان لبست ديت طبعا فيها جولد اهي، ولبست الخاتم دوت جولد كده، والساعه برضو بلاك في جولد، تمام. ولبست النكلس ديت جولد، طبعا حسب بقى الاكسسوارز اللي عندك. فدوت كان اول حاجه. همسك بقى عليها اهي كده، ايه رايكم؟ فدوت كان اول اوتفيت. طبعا الشنطه كلاسيك جولد واسود وكده. هعمل لكم التاني دلوقتي حالا. ودوت تاني اوتفيت طبعا اتعكس تماما، كوتشي سواء كان دوت او كوتشي ابيض يعني ايا كان، اوكي. وطبعا الجينز اداله منظر مختلف تماما، مش كلاسيك خالص. ولبست عليه حزام جولد. طبعا انا علشان انا لو انا نازله هبين الحزام، فهاخد طرف البلاوز كده وهحطها هدخلها كده اهي اهو. طبعا كله ماتشنج اهو مع بعض كده. ممكن لو انتوا مش عندكم نفس اللون، اصلا الكوتشي الابيض بقى بيليق على كل حاجه، كل حاجه جينز بيليق عليها الكوتشي الابيض، بس يفضل ان هو يبقى ساده خالص، يعني انا ما بحبش الكوتشي اللي فيه الوان يعني. تمام. وهمسك عليه الشنطه ديت كده، وسواء كنتوا هتدخلوا دي جوه او هتطلعوها بره فهي مش فارقه كتير. طبعا كل دوت انا مش هغيره دلوقتي لان الايد بتاعت الشنطه جولد مش سيلفر، والكوتشي من تحت فيه جولد مش سيلفر، فانا هفضل لابسه الحاجه الجولد اللي انا لابساها. ممكن بس كنت اقلع ديت لان ديت شويه كلاسيك، فاعتبروا ان الطقم من غير السلسله ديت. دوت كان تاني اوتفيت. ايه رايكم؟ هعمل لكم اوتفيت تالت، كل دوت ببلوزه واحده، استنوني. ودوت تالت اوتفيت، لبست بنطلون ابيض، اوكي. طبعا البنطلون الابيض حلو جدا، ممكن يعني الانترفيو بقى هو بيتنزل بيه طبعا يعني اكيد، بس انا بحبه برضو لو عندي انترفيو او عندكم اي مشوار يكون مهم. ولبست عليه الشوز الجراي ديت كده، انا قلباه كلاسيك خالص. طبعا ممكن ان انا ابدل الشوز ديت او ابدل الهيلز بان انا البس كوتشي، تمام. فاحنا مجرد ما هنلبس كوتشي كده الطقم اتقلب عادي يعني كلاسيك، سوري كاجوال. فدوت طبعا لو احنا بقى محجبين يتلبس تحتيه الشميز ابيض. الشميز الابيض حلو جدا، هو بيزك لكل اللبس، طبعا احلى مليون مره من البادي الكارينا. فلو احنا محجبين وعندنا برضو انترفيو او مشوار مهم ممكن ان احنا نبدله بشميز ابيض. انا بقى لو انا عندي كتب كتاب او مناسبه او اي حاجه بقى كده، كتب كتاب هو يعني انسبهم كتب كتاب، لان كتب كتاب ما بيبقاش مستحب ان احنا نلبس فيه سواري والجو دوت، او لو فرح حد بقى من بعيد. فانا الحزام دوت عندي كنت جايباه اصلا علشان البسه، كنت لابساه على دريس، ودلوقتي هلبسه على دوت. مش قادره اقول لكم يا جماعه الجو عامل ازاي، يعني الجو فظيع. هضيقه طبعا، ضيقيه على قد الوسط، هتلاقوا زيه كتير جدا في يعني حاجات مشابهه ليه في المحلات.
بصوا تمام كده. طبعا هو لازم ديت تبقى داخله من جوه علشان يبان. تجيبيه بقى كده، سواء كنتي هتحطيه كده في النص اهو، اوكي حلو كده، او ان انتي هتجيبيه على جنب. بس خلي بالك من الحزام، من التانية بتاعت اسمها ايه دي ديت يعني كده. دوت انا لو رايحه مناسبه وهلبسه على الشنطه ديت. برضو الايد بتاعتها جولد، وفيها السكارف ديت انتوا ممكن تبدلوها طبعا باي سكارف. ديت انا كنت ربطاها على الشنطه، هي عامه بتدي شكل حلو قوي للشنطه اهي كده. وادي هو المفروض ده تالت اوتفيت من غير حزام، الرابع بحزام. ان احنا لو عندنا يعني كاتب كتاب او حاجه من الحاجات ديت، ايه رايكم؟ دوت كان رابع اوتفيت او التالت. هوريكم اللي بعده. اخر اوتفيت معانا ده طبعا كاجوال جدا، سواء كنتي بقى في مصيف او نازله الصبح رايحه تتمشي في مول، خارجه خروج عاديه. فدوت اخر اوتفيت. لبست عليه سابو او سليبر حسب بقى انتوا عندكم ايه. طبعا هو فيه اصلا هو جوتشي، في السير بتاعه في احمر، اوكي. فدوت كان برضو اخر اوتفيت لبست عليه دوت. وهلبس عليه الشنطه دي بصوا صغنونه ازاي كده اهو. بصوا اللون تحسوا ان هو نطق الطقم، يعني مش لازم الحاجه تبقى ساكن ان احنا نلبس اسود ابيض بني كده، يعني ممكن ننوع الالوان. عامه بتدي بهجه لللبس غير طبيعيه. وكمان لبست عليه طبعا غيرت الحاجه اللي انا لابساها اهو، لبست دوت ولبست عليه ديت. مش لازم نبهرج يعني اهي. وطبعا الايد دي علشان فيها التاتو فمش بعرف البس فيها حاجات كتير، بتبقى زحمه وشكلها بلدي، فلبست عليها ديت. وطبعا السلسله ما لبستش لان الصراحه الجو حر جدا 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 جدا. فده كان اخر اوتفيت معانا. طبعا انا لو عليا انا ممكن اطلع لكم اطقمه تانية وتالتة ورابعه، بس هبقى محتاجه ان انا اطلع لبس وان انا اكوي وكده. بصوا اخر حاجه ديت لبست عليها اهو الحزام ده كده اهو، شايفينه التوكه بتاعته سيلفر. ايه رايكم؟ لبست عليه الحزام دوت. فخلاص هو الطقم بقى طقم عادي خالص كاجوال مش كلاسيك. طبعا لو انتوا ما بتحبوش الحركه ديت، بس انا مش هينفع انزل البلاوز بره علشان انا عايزه الحزام يبان يعني. ايه رايكم؟ انا عامه بحب الحزام ده جدا. دوت كان اخر اوتفيت. كده انا خلصت معاكم الفيديو. لو حبيتوا الفيديو يا ريت اسمع رايكم، ولو انتم عندكم مثلا اقتراح تاني لو لبست دوت على دوت او لون على لون هيبقى حاجه جديده يا ريت تقولوا لي. المهم دوت الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون عجبكم، يا رب يكون مختلف شويه. وزي ما قلت لكم انا ممكن اطلع لكم كمان اطقمه من البلوزه ديت لوحدها، بس الصراحه انا اكتفي بدوت لان خدت وقت كتير جدا على ما اغير واعمل والجو حر موت. فدوت كان الفيديو بتاع النهارده. هتوحشوني جدا 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 للفيديو الجاي. اشوفكم على خير. وطبعا لو وصلتم لحد هنا ما تنسوش تعملوا لي لايك بليز يا جماعه. هتوحشوني جدا جدا لحد الفيديو الجاي. اشوفكم على خير وباي باي.